السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ معانا النهاردة الفول كده يستاهل بقكم، وعليه بقى الليمون المعتبر، والفول من غير قشر. مادام قلنا ليمون يبقى معانا الكمون. الكمون كده، الفول بيحب الكمون. ومعنا الملح والزيت، ده زيت حار، والطحينة، كله بقى كله بقى وادعولي. والشطة، اللي ما بيحبش الشطة ما يحطش الشطة. واحلى طبق فول. ايه رأيكم؟ فول من غير قشر. يلا بينا نشوف اتعمل ازاي. يلا بينا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر للطبخ والاعمال اليدوية. النهاردة هنعمل الفول المدمس بدون قشر. ده الفول المدشوش اللي بنجيبه ونعمل منه البصارة، بنعمل منه الطعمية. ده انا جبته ونقعته وغيرت عليه المية كم مرة كده وغسلته كويس. ولما اتنقع كده وابتري معايا، علشان هو ان شاء الله مش هياخد معاكم يعني ايه نص ساعة على النار ويكون مستوي وتاكلوا احلى فول. اللي كنا بنقعد ايه طول النهار. وتاني هم يعني القشرة بتضايق فيه ناس كتير، بتضايق من قشرة الفول. دوت هيبقى بدون قشر بإذن الله. عاملين ايه يا حبايبي في الغلا والكو اللي احنا فيه دوت؟ عاملين ايه؟ قلبي عندكم. الايام الحلوة دي لازم نتحايل عليها، وربنا يقوينا عليها ان شاء الله. يا تهزمنا يا نهزمها. ان شاء الله نهزمها بالايمان باذن الله والتقوى باذن الله. ويلا بينا نصلي على النبي ونبدأ ونقول. عندك بقى حلة هتعملي فيها ماشي. عندك دماسة يبقى كويس. ما عندكيش دماسة ممكن في الحل عادي. اجيب الدماسة بقى واحط فيها المحتويات ديت. وزي ما شايفين انا جبت الدماسة وهعبي بقى فيها الفول، وهنزل عليه بالجزر والعدس والطماطم. وزي ما شفنا كده عبينا القدرة بالمحتويات اللي معانا، وهننزل عليها بالمية. وما تحيريش نفسك ابدا، اللي عندك اعملي بيه. ما عندكيش الدماسة ما تلزميش نفسك، اعملي في حلة وهيطلع زي الفل ان شاء الله من ايديك. هنغطي الفول بالمية، وهنروح بقى نحطه على النار. هنغطيه برضه بالغطا، لازم الفول يبقى متغطي. الاول هيغلي، بعد ما المية تغلي هنوطي النار عليه خالص، على عين صغيرة نوطيها خالص ونسيبه يستوي براحته زي ما بنتعامل مع الفول العادي. وان شاء الله ده هتاكلي احلى فول بدون قشر، وهيكون يستوي معاكي بسرعة. مش هيقعد بقى ياخد غاز كتير ويقضي اليوم كله زي ما بيحصل. والوقت كده بعد ما استوى، شايفين سوايا يا حبايبي اهو.
مستوي على الاخر اهو، طبعا لا قشر ولا حاجة، اكنك ايه هرساه او ضرباه، هو ايه استوى على الاخر اهو. ايه رأيكم؟ لو عجبكم بقى ما تنسوناش لايك وشير وتفعيل جرس عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.